السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير أحبتي أينما كنتم متابعينا الكرام. هذه الرسالة للحكومة في اليمن، حكومة في اليمن وللقضاء، المجلس القضاء الأعلى وللكل اليوم مسؤولين على القضاء. لازم قانون لأصحاب القهر على السرق اليوم الذي هم نشاهد الفيديوهات اليوم الذي يطلعوا يطبقوا ساعة وطبقوا سارق يضربوه ويفعلوا كل شيء ويبهذلوا بهم بهذله. يا أخي ما أنت حكومة تضربوه، أنت ما أنت أمن ولا أنت أي حاجة مسؤول عليه، تضربوه وتقتلوه وتعمل به شيء. لازم قانون عقابي للسرق مكانهم. أصحاب القتل هم مساكين يسقطوا للسنة وشاقين وأحوالهم معهم ديون وعليهم كل حاجة، احنا عارفين بكل شيء. مراعي زهدوا إلا اليوم بارد ما يخرج شلقات ولا حاجة، يفعلوا له أسمام يفعلوا له كل شيء ولا يصبر ولا شيء. لكن يا خبير يا جماعة الخير، إذا دخل السارق وسرقاتك يا أخي يا أما مسكوه يا أما عرفكوه وبلغك الجهات المختصة، هانا اللي بيمسكوه ويخلوا يسلم حقك مثني مثلوث قيمته وسجن وكل شيء. لازم قانون للجهات للناس اللي للحرامية السرق اللي يسرقوا حق الناس يتعدوا لبن حق الناس ولا أصحاب القهر ممنوع يا أخي لا تضربوه ولا شيء. والله نحن نشوفهم يا جماعة الخير في زي الطفل هذاك رسلوه ناس، يكونوا في ناس رسلوه ولا ما هو رايح وبالليل يسرق ويفعل كل شيء طفل ولا سرق. كم بيسرق له علاق يوطنه بيخزن، لكن ودروا ناس وروه ناس مدفوع من ناس وحصل الضرب بالله والبهذلة وكل شيء. يا أخي حرام والله. لو كانك مسكه وديكه للحكومة واتصلك لأبوه وجاء أبوه يا محاسبة قيمة قاتك ودخلوها السجن، دخلوا أبوه ويدخلوها النفس. يا أخي ربي جوالك سواه. طب مش تفاقد ابنك إن يروح إن يسير إن يجي، لأن إحنا بوقت أنت عارف الوقت كيف هو. إن يروح ابنك بالليل أنت في أمان عدو، يعني تخلي ابنك يروح بالليل يمشي يجزع مع الناس. هذا الوقت تنتبه على ابنك من المغرب وين أنت وين سيرك وين جيك من جازعك أنت ومن مشيت مو فعلك اليوم مو سويك. لازم واحد فاقد. والناس اللي هم يعني زهدوا بالقرى القرى إلا اليوم الناس اللي يشتي بالجيم يخزن واللي يسرق القط حق الناس. وإحنا نرجو من الرعية لا تستعجل تضرب الرجال ولا تقتله ولا تعمل به شيء. مكان الحكومة حقنا بتطلع تقول لك